بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت بإعلان خبر حمل ليلى زاهر من زوجها المنتج هشام جمال، سافروا سوا فرنسا علشان يحضروا مهرجان كان السينمائي. بس المرة دي بقى اتصدروا أغلفة الصحف والمجلات، مش بس بسبب جلسة التصوير واستعراض حملها. تعالوا نعرف تفاصيل إطالة ليلى زاهر وهشام جمال في مهرجان كان السينمائي. السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026 كان ليها طعم تاني خالص، طعم مصري بامتياز. خلونا نتكلم عن اللحظة اللي الدنيا كلها وقفت فيها أول ما ظهر الثنائي اللي دايما بيخطف القلوب، ليلى زاهر وهشام جمال. عارفين يعني إيه طلة ملكية؟ هو ده بالظبط اللي شفناه في مهرجان كان السينمائي 2026. ليلى وهشام مش بس رايحين يحضروا مهرجان، دول رايحين يقدموا درس في الأناقة والشياكة. وبصراحة اللقطات اللي شفناها ليهم وهم ماشيين إيد في إيد كانت بجد حكاية تانية، فيها كمية حب ورومانسية خلت الكل يبتسم ويحس إننا قدام قصة حب حقيقية بتلمع تحت أضواء المهرجان العالمي. ليلى زاهر المرة دي قررت تلعب في منطقة تانية خالص، منطقة الهوت كوتير العالمية. الفستان اللي كانت لابساه كان عبارة عن تحفة فنية بجد. تصميم الفستان كان هادي جدا من فوق بقصة السبعة أو البوت نيك اللي بتظهر جمال الكتفين. والجميل إن الفستان كان متفصل بذكاء جدا من غير ما تحس إن فيه أي تكلف. الفستان كان لونه أبيض صافي من خامة الكريب الغالية، والكمام كانت طويلة وماسكة على الإيد بمنتهى النعومة. بس المفاجأة الحقيقية كانت في الأطراف. الريش يا جماعة، الريش كان لونه وردي هادي قوي أو باودر بينك، وبجد كان بيتحرك مع كل خطوة الليلة وكأنها طايرة فوق السجادة الحمراء مش بتمشي عليها. الريش ده مش بس زينة، ده إدى للفستان روح وحركة خلت المصورين مش ملاحقين يلقطوا صور من كتر جمال المنظر. ليلى كانت عارفة إن الفستان تقيل وتفاصيله كتير، فقررت إن باقي الطلة تكون بسيطة عشان ما تشتتش العين. الشعر كان كعكة عالية ومشدودة، وده كان اختيار عبقري لأنه بيبين تفاصيل الفستان من فوق وطول الرقبة. أما المكياج فكان سموكي خفيف مع عين القطة اللي أعطت عينيها جمال خاص، والروج كان درجة من درجات النود اللي ماشية مع لون الريش الوردي، والمجوهرات بدورها لعبت دور تكميلي. ليلى لبست حلق كبير شوية وفي فصوص بتلمع بنفس درجات الوردي، وما لبستش عقد خالص، وده كان قرار صح جدا عشان الرقبة تفضل نظيفة وتبرز جمال القصة بتاعة الفستان وتفاصيل الأكمام. نيجي بقى لهشام جمال اللي قرر يكون السند والبرواز الشيك للوحة دي. هشام لبس توكسيدو اسود كلاسيك جدا بس بلمسة مودرن. البدلة كانت دبل بريست يعني بصفين زراير، ودي قصة بتدي هيبة وفخامة مش طبيعية على السجادة الحمراء. هشام كمان أضاف لمسة بروش ذهبي صغير قوي على الياقة، حاجة كده بسيطة بس بتقول إن الشخص ده بيهتم بالتفاصيل وبيهتم بمظهره قدام الكاميرات العالمية. التناغم بين الأبيض والأسود بتاع هشام مع الأبيض والوردي بتاع ليلى خلى شكلهم ككابل متناسق جدا ومريح للعين، وكأنهم قطعة واحدة مكملة لبعضها. طبعا أول ما بنشوف الجمال ده بنسأل نفسنا ده بكام؟ وبناء على التقارير اللي طلعت عن مصممي الأزياء والمجوهرات اللي اتعامل معاهم الثنائي في المهرجان، الأرقام كانت فعلا بتعكس قيمة الحدث. فستان ليلى زاهر وهو شغل يدوي بالكامل وتصميم خاص كاستم ميد بيتقدر سعره بحوالي 45,000 دولار، وده بسبب خامات الكريب الفخرة وكمية الريش الطبيعي المعالج اللي فيه. أما مجوهرات ليلى فالأقراط المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الوردية وصل سعرها لحوالي 30,000 دولار. وبالنسبة لهشام جمال فالتوكسيدو من براند عالمي مشهور بالخياطة اليدوية وسعرها بيوصل ل 7,000 دولار، ومع إضافة الساعة والإكسسوارات إجمالي طلة الثنائي في المهرجان عدت ال 85,000 دولار. رقم كبير طبعا بس يليق بحدث عالمي زي مهرجان كان وبقيمة نجوميتهم اللي بتكبر يوم عن يوم. أكتر حاجة لفتت نظر الناس مش بس اللبس الغالي، لأ دي الطلة نفسها والروح اللي كانت موجودة. الطريقة اللي هشام كان باصص بيها ليلى وهو ماسك إيدها وخايف عليها وهي في شهور حملها كانت بجد مؤثرة جدا وخطفت قلوب المتابعين على السوشيال ميديا. ليلى وهشام أثبتوا إن الشياكة مش بس في الفلوس والماركات، الشياكة في إنك تعرف تختار اللي يليق عليك وإنك تظهر مع شريك حياتك في أجمل صورة وبأبسط تعبير عن الحب والاحتواء. بجد شرفتونا في مهرجان كان، وكانت طلة للتاريخ هتفضل الناس تتكلم عنها فترة طويلة، وتفضل ليلى دايما أيقونة للجمال والرقة المصرية في المحافل الدولية.